لو انت من الناس اللي كل شهر فلوسك بتخلص قبل ميعاد الراتب، او مش قادر توفر، او حتى مش عارف تصرف صح، الفيديو ده هقول لك ازاي تقسم ميزانيتك بطريقه سهله وبسيطه خطوه بخطوه، وفي خلال الفيديو تعمل خطه واضحه تساعدك تحافظ على فلوسك. اول خطوه مهمه جدا 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 في اي حاجه بتعملها هي انك تسجلها. ليه؟ لانك لو مش عارف فلوسك بتروح فين هتفضل دايما تايه ومش عارف تتحكم في مصاريفك. ممكن تعمل ده بورقه وقلم، او لو بتحب التكنولوجيا في ابلكيشن اسمه ماني في تقدر تكتب عليه كل حاجه بتصرفها، زي القهوه، الاكل، المواصلات، حتى لو 5 جنيه في السوبر ماركت لازم تكتب كل حاجه انت بتصرفها وتقسمها لبنون. وما تستهونش بالحاجات الصغيره، لان الحاجات الصغيره دي هتبهرك انها بتفرق جدا في الاخر. حاول تسجل مصروفاتك كل يوم، وكل اسبوع تراجعهم مره على الاقل. الخطوه الثانيه هي تحديد مصادر الدخل. دلوقتي عايزين نعرف كام فلوس بتدخل جيبك كل شهر. طبعا المرتب الاساسي من غير الخصومات والضرائب، واي دخل اضافي زي الساعات الاضافيه في الشغل، او لو عندك شغل تاني جانبي، او لو بتجيلك فلوس من اي مكان زي الهدايا او المصروفات اللي ممكن تكون بتجيلك. مهم جدا تعرف الدخل الصافي اللي بيدخل لك، لان على اساسه هتقدر تخطط صح. الخطوه الثالثه بقى، ودي اهم خطوه، هي تقسيم الميزانيه. في قاعدة منتشرة وبسيطة اسمها 50-20-30، ودي بتقول لك إن 50% من دخلك يكون للضروريات، الحاجات اللي أنت ما تقدرش تستغنى عنها زي الإيجار، الفواتير، الأكل، و30% للرفاهية أو المصروفات الشخصية زي الخروجات، الأكل بره، و20% من دخلك يكون لسداد ديونك أو للادخار أو الاستثمار. خليني أديك مثال عملي. لو دخلك الشهري 10000 جنيه، حاول تخلي الضروريات بتاعتك تاخد 5000 جنيه من العشرة دول، يعني أكلك، إيجارك، فواتيرك، كل ده بيكون ضمن ال 5000 جنيه دول. وفي 3000 جنيه ممكن تروق بيهم على نفسك، هدايا، كافيهات، شوبينج، كل ده ممكن تعمله بال 3000 جنيه دول. 2000 جنيه لازم تدخرهم او تخصصهم لسداد ديونك لو عليك دين. طبعا ممكن تعدل النسب دي حسب ظروفك، لكن مهم يكون عندك تقسيم واضح. ولو اصلا دخلك الشهري مش بيسد احتياجاتك الاساسيه او ال 50% الاولى دول، فانت محتاج تدور على مصدر دخل اضافي، وهقول لك ازاي تعمل ده في الفيديو الجاي. الخطوه الرابعه بقى هي الادخار والاستثمار. كتير من الناس فاكره ان الاستثمار ده لازم يكون معاك مبلغ ضخم، لكن الحقيقه العكس. حتى لو بدات ب 500 جنيه او 1000 جنيه، مبالغ بسيطه جدا ممكن تعمل لك حاجه قويه جدا في المستقبل. الفكره ان الادخار عاده بتكبر مع الوقت، وكل ما تكبر تقدر تفكر في الاستثمار عشان فلوسك تشتغل ليه. بس الاستثمار برضو مش موضوعنا النهارده، خلينا نتكلم عنه في فيديو تاني. اول حاجه، ابعد عن الشراء العاطفي. لما تحس انك عايز تشتري حاجه فجاه، اسال نفسك هل انت فعلا محتاجها ولا عاوزها، وتعرف تقسمها كويس ما بين ال 50% ولا ال 30%. 50% دي حاجات ضروريه اللي انت محتاجها، وال 30% دي حاجات رفاهيه انت بتروق على نفسك بيها. تاني حاجة، لازم تراجع ميزانيتك كل شهر، وممكن تعدل عليها كمان حسب ظروفك أو لو حاجة جديدة طرقت عليك. تالت حاجة، خليك دايما مستعد للطوارئ. لازم يكون عندك صندوق كده أو حاجة للطوارئ، يكون حاطط فيها على الأقل دخلك ل3 شهور. دايما خليك ملتزم بالخطة، ما تجيش مثلا في شهر تاخد من فلوس الادخار أو فلوس الضروريات وتحطها في الرفاهيات. خليك دايما ملتزم بالخطة بتاعتك، ولو في مرة خالفتها ولا حاجة حاول ترجع بسرعة وترجع للخطة بتاعتك مرة تانية. لو استفدت من الفيديو ده اعمل لايك واشترك في القناة، وشارك الفيديو مع اصحابك اللي محتاجين يسمعوا النصايح دي. لو محتاج فيديو في موضوع معين عن الفلوس اكتب لي في التعليقات وهعمل عنه الفيديو الجاي.